انا مش همشي من غيرها. حطت لنا مخدتين وتنصب علينا. عايزه حاجه يقولوا نازل مع اصحابي. انتوا رايحه فين كده؟ نازله معاك اكيد عشان اشتري مخده بدل المخده اللي وجعت رقبتي دي. بكره ان شاء الله يا لولو. انت بقالك 6 شهور بتقولي بكره. اعتبروهم 6 شهور يوم. انا قلت يا لولو النهارده نازل مع اصحابي، اي يوم تاني. طيب براحتك، بس ما تنساش بقى وانت جاي تجيب لنا غدا والعشاء جاهز، وتشوف لنا واحده كمان تخدمنا في البيت عشان انا رقبتي واقفه ومش قادره احرك. لا على ايه؟ تعالي يا ماما، ما كانتش مخده دي. انت عارفه حد ولا هتلففينا؟ لا الففك ايه، طبعا عارفه. يلا انت رايح فين يا حمود؟ احنا وصلنا محل فانتازيا. يلا يا ستي لولو، بقولك من دلوقتي 5 دقايق ننجز ونمشي على طول. ان شاء الله. خلاص حفظت، وبعدين انت اللي بتاخرني اهو، سيبنا اتفرج بقى. لولو شكله فخم، اوعى يكون غالي. ساتر يا رب، انت في الفلوس فظيع. وبعدين اسعاره عاديه جدا، لو مش عاجبك بلاش. خدي يا لولو، بتعملي ايه؟ احنا جايين نتفرج على المراتب، احنا جايين نشتري مخده. يعني انت عايز تغير المخده والمرتبه؟ لا، احنا بقالنا 14 سنه متجوزين وما غيرناش المراتب. ايوه ظهري كده يا لولو، باين على حياتك. انت مش جايه تجيبي المخده، جايه تجيبي المرتبه. انسي يا ماما، اولا المرتبه دي عايزه عربيه بثمنها عشان نوديها البيت. انا ماليش دعوه، انا عايزه المرتبه دي. نجيب عربيه تاخد شحن مش شحن ماليش فيه، هاخدها يعني هاخدها. لولو انا قلت مش هجيب عربيه بثمن المرتبه. يلا بينا. اهدوا بس يا جماعه، انا عندي الحل لمشكلتكم. صوتنا عالي، شفت الناس سمعتنا ازاي؟ طيب ايه الحل بتاع حضرتك بقى؟ توصل لنا شحن مجاني؟ انا عندي بقى الحل الاحسن. هتاخد المرتبه دي في العربيه بتاعت حضرتك. اهو حلها لك اهو، مالكش حجه تانية. بتصدقي اي حاجه؟ مرتبتي اللي تخش العربيه. طب قولوا كلام يخش المخ. على بقى معايا يا فندم، اوريك ازاي تاخدها في العربيه. يلا وريني. هي دي بقى المرتبه، تخش العربيه ولا ما تخشش؟ تعالى لحظه واحده بس كده. مرتبتي يا عم، الراجل ده بيشتغلنا ولا ايه؟ اتفضلي يا ست لولو. ما يمكن مرتبه يا محمد. مرتبتي يا بنتي، والله هنروح البيت نلاقي حاطط لنا مخدتين وتنصب علينا. انا بقى افرج حضرتك عليها ازاي هناخدها. هو الموضوع شكله هيطلع بجد ولا ايه؟ انت بتصدقي اي حاجه يا لولو؟ في الاخر هيطلع لحاف ولفين. استاذ محمد، انت حضرتك مستعجل على طول. طب نشوف وبعد كده نحكم. اه طبعا، انت مش عايزها تبقى مرتبه عشان ما تخسرش. الموضوع طلع بجد يا محمد. هي دي الكشفه. بس طبعا تليك حشهلنا فايبر. برضه يا استاذ محمد مستعجل. تعالى بقى شوف الخامه بتاعتها. اولا بقى القماش بتاعنا قطن ومعالج ضد البكتيريا والحشرات. يعني كمان الكفر بسوسته؟ يعني هغسله براحتي. حضرتك بقى يا استاذ محمد بتقول لي المرتبه فيها فايبر؟ لا، ده المرتبه فيها 3 طبقات اسفنج، طبقه سوفت وطبقه سوبر سوفت وطبقه ميموري فوم. يعني انت بتقفل كل السكك في وشي؟ مالكش حجه. وناخد بقى المخدات بتاعتهم عشان يبقى الطقم كامل. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسبن عليا؟ ما كله ليك في الاخر. اخر مره اخدك معايا في اي مشوار.